بقولك يا ميمس، انت بتفهم في الابراج؟ انا بفهم في الابراج يا سمارة، ده انت جيت في ملعبي يا جدع. ده انا واخد كورس مكثف في الابراج، اعرف ده ايه وده ايه وده ايه. يعني لو سألتك عن برج السرطان تعرف تقولي مواصفاته ايه؟ برج السرطان، يا حلاوة وطعامة وجمال برج السرطان. ايوه كده، خش عليا بقى. بس انت عايز تعرف مواصفاته ليه؟ اصل البت اللي بحبها برج السرطان، وكنت عايز اعرف مميزاتها ايه قبل ما ارتبط بيها. السرطان ده بقى يا عمي شخصية لطيفة وجميلة ومبدعة، تتمتع بالخيال وترى الأمور من جوانب أخرى، يمتلك الكثير من المشاعر والأحاسيس الرومانسية. لونها حزيني يعني. لا مش حزيني بمعنى حزيني، ما بتتحسبش كده يا صاحبي. يعني تقدر تقول إنها حساسة. حشاشة. حساسة. حساسة. طب ايه بقى مشكلة برج السرطان؟ مشكلته يا سيدي انه شديد التعلق. يعني ايه؟ بيتعلق باللي حواليه زيادة عن اللزوم، وده للأسف بيخليه دايما قلقان وخايف انه يفقد حد من اللي بيحبهم. طيب لما احب افرح برج السرطان، ايه هي الخطوات المطلوبة؟ بص يا سيدي، عشان تفرح برج السرطان لازم تمدح فيه وتظهر له حبك الشديد. طيب هو برج السرطان عصبي زي ما الناس بتقول؟ هو بيظهر للناس على انه غيور وعصبي زيادة عن المألوف. حلوف؟ المألوف يعني الطبيعي يعني. الطبيعي. لكن في الحقيقة هو برج ناعم وعاطفي وحساس ورومانسي جدا، وسهل التعامل معاه. تقدر تقول كده انه رومانسي وجذاب لدرجة العذاب. طب اممس انا دلوقتي ازاي اعرف انها بتحبني؟ بص يا سمارة، هتلاقيها بتتكلم معاك كتير. طب ايه الحاجات اللي بتستفز برج السرطان؟ اكتر حاجة بتضايق برج السرطان انك تتبلى عليه. اتبلى عليه؟ قصدي يعني انك تقول يعني على عيوب مش موجودة فيه. طب وايه اكتر الابراج المتوافقة مع السرطان في الحب والجواز؟ بص يا سيدي، اكتر برج يليق مع برج السرطان ويتوافق معاه فكريا كل الحاجات برج العقرب. العقرب اشمعنى العقرب؟ لان الاتنين متوافقين في الصدق والاخلاص والانانية وكل حاجة. قصدي الرومانسية مش الانانية، معلش. بس انا برج الثور، ايه منفعش؟ ما علينا، فوت فرغة فوت دي. طب ايه اكتر برج ما ينفعش مع السرطان؟ برج العذراء والشعر الاكرت. طب اشمعنى برج العذراء؟ لان السرطان حساس، انما العذراء مدب وبينتقد نقد صريح ومباشر. انما بقى السرطان ما بيحبش كده، عايز اللي يبجل فيه ويمدحه على طول. اللي يطبله يعني افهم من كلامك كده ان الثور والسرطان ما ينفعوش مع بعض؟ مين الحمار اللي قال كده؟ انت اللي لسه قايل كده. لا انا ما قلتش كده، انا بقول لك ان السرطان والثور يمشوا مع بعض. ليه؟ عشان الاتنين بيؤمنوا بالحب وليهم وصفات رومانسية، وبيحبوا الاستقرار الأسري والاهتمام اللي بيقدمه برج السرطان. برج السرطان ده برج حالم يا ابني، حالم يا سمارة. طب بقول لك يا ممس، انا اعرف ازاي انها برج السرطان وانها مش بتشتغلني؟ تشتغلك؟ يعني ايه تشتغلك؟ يعني هي مثلا ممكن تكون برج تاني وبتلعب عليا. بتلعب عليك ايه؟ هو انتوا داخلين مسابقة ولا مصارعة عشان تلعب عليك عشان تكسبك؟ في ايه يا عم؟ مش كده، ما تبقاش شكاك قوي كده. معلش يا ممس، معلش ريحني بس وقولي اعرف ازاي انها ما بتلعبش عليا. يعني إيه لبسها؟ ايه طب اللي هي خريجة برج السرطان دي بتبقى لابسة ايه؟ ستايلها ايه؟ نظامها ايه؟ عشان بس اعرف ان هي فعلا ما بتشتغلنيش وان هي فعلا برج السرطان. بص يا سمارة، هما اصلا بيحبوا الالوان اللي هي ناحية لون البحر كده. هتلاقيها بتحب الازرق، الفضة، الابيض، الاخضر برضو اللي هو اخضر لون البحر. وعارف كمان بيحبوا كل البروبرو يا عم، يعني لؤلؤ، ياقوت، مرجان. ده انا هتخرب بيتش يا معلم.
ايوه يا معلم، بس انا البنت اللي بحبها ما بتلبسش وهي ولا زمرد ولا ياقوت ولا مرجان. ايه ده؟ معقول تكون بتشتغلني؟ طب ما يمكن يكون فقريه، مين عارف، يمكن تكون كحيتي ومش لاقيه تجيب زمرد ولا مرجان. تصدق فكره برضو فعلا. ما تفترضش الفرد السيء، ممكن يكون هي ما حلتهاش حاجه عشان كده ما لبستش الحاجات دي. مش كل حاجه عندك انها تكون كدابه او بتالف عليك برج، وهي مصلحتها ايه اصلا انها تقول برج زي ده؟ تصدق طيب نرجع لمرجوعنا. طب بقول لك يا ممس، هسألك سؤال صعباني شويه. هي بتوع برج السرطان دول بالنسبه للنساء في نوع من انواع الخبث؟ هو يقال ان في خبث وحقد. يقال؟ ايه يقال دي يا معلم؟ انت مش قايل انك دارس وعارف كل كلمة اكيدة بنسبة 100%؟ شوف، مفيش اي حاجة في الوجود بتجزم بنسبة 100%. انا بقولك اللي بيتقال يعني. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم بقى. طب بقولك، هي بتحب الفلوس؟ انا هاخدك، هي بتحب الفلوس بصراحة، وبتحب تتسوق وتعمل شوبينج وتسافر. يعني هتخرب بيت يا معلم. طب ممس، هي ذكية قوي يعني؟ ذكية؟ انت بتسأل السؤال ده ليه؟ ما اي انسان العادي بتاعه يعني، اشمعنى ذكية قوي يعني؟ لا انا عايز اعرف يعني، انا ممكن لو كدبت عليها ولا لعبت بديلي كده ولا كده تقفشني يعني بذكائها دون، ولا عادي ممكن نضحك عليها باي كلمتين؟ للاسف هصدمك، هي ذكية ذكاء عالي جدا. طب يا سمارة، وانت ايه اللي اصلا اللي يخليك تخونها يا ابني؟ انت مش بتقول انك بتحبها؟ انا بحبها بس الامر ما يسلمش برضو. ان شاء الله تتقفش. لا يعني قصدي اقول يعني ربنا يستر يعني وما تتقفش. يا عم ممس ما تقعدش تقلقني وترعبني بقى. الله، ربنا يستر. يلا السؤال اللي بعده. لا 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 لا، مرجوع ايه؟ لا 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 يا ابني، انت كلت دماغي خلاص. امشي يا سمارة، يلا روح بقى تسهل، روح يلا كلم حبيبتك ولا خطيبتك دي بقى وسيبني بقى، عشان انا عايز كده اهدى شوية، عشان انا ارهقت مخي خالص بالاقاويل والتقول والاحاديث وكل الحديث اللي دار معاك. صراحة انا دماغي تعبت وباظت ومحتاج ان انا افصل شوية عن الواقع. لا بس علامة صح، فعلا دارس وعارف كل حاجة، مفيش ولا سؤال سألتهولك إلا لما جاوبتني إجابة نموذجية. أيوة يلا بقى اتسهل، يلا وإلى اللقاء. يا نهارك اسود، انت كل ده كنت بتشتغلني وماسك التليفون وعمال تقلب في جوجل وتطلع منه المعلومات؟ ده انا مش هسيبك النهارده، ده انت بقيت لعبتي، ده انا هجرسك في العيله كلها. خد يا ممس انت، هلا